الكرة الآن، هل سيحترم المنطق أم يأتينا منتخب جديد ليفاجئ الجميع ويتوج باللقب؟ شاهدوا الأخطاء على مستوى التمرير. راين منديش وبلاتيني أول منتخب الراس الأخضر عن طريق اللاعب لويس كارلوس بلاتيني. حدث بلاتيني وحدث كذلك من راين منديش. ماذا يحصل في الدفاعات المغربية؟ شوارع رباطية، شوارع كازابلانكا هنا أمام مهاجمي منتخب الراس الأخضر. ماذا لك يا مرعطية؟ ماذا حصل لك يا العدوى؟ ولكن تمريرة خاطئة على مستوى وسط الميدان كلفت أسود الأطلس غاليا. هذا الذي سموه ببلاتيني، هذا الذي لقبوه ببلاتيني يسجل الهدف الأول. شاهدوا على تمريرة خاطئة من كريم الأحمدي. راين منديش حدث من راين منديش إذا أتيحت له الفرصة، إذا وجد المجال. وهنا وجد المجال فعلا. تمريرة ذكية ضربت في خط الدفاع المشكل من العدوى وكذلك الفادي بن عطية. وبلاتيني الصغير ينجح في مغالطة الحارس لم يغري الطريقة الجميلة جدا. 1-0 للرأس الأخضر وليس المنتخب المغربي. لاحظوا علامات يعني القرف والغضب. أحمد القطاري كأنه يقول يا ريتني كنت في محور الدفاع، يا ريتني كنت أساسي لمنعت هذه الكرة. إذا الرأس الأخضر يتقدم. القروش الزرقاء بل هو القرش الأزرق لفائدة لاعب مارينا. شاكير يدخل وسط الميدان يغطي الفراغ الذي تركه لاعب عبد العزيز براده. تصل في جهة اليمنى. براده يطلق براده. بعد معاناة كبيرة في 78 دقيقة يأتي هدف الفرج، يأتي هدف الأكملات. يوسف العربي فرحة سوسية أمازيغية مغربية تأتي بالهدف في وقت مهم للغاية. يوسف العربي ينجح في تنوين الهدف. مهاجم نادي النصر الإسباني. هنا كان في متابعة لكرة عبد العزيز براده. هذه اللقطة براده يضرب باليد اليمنى. شاف أن العربي وحده ومتحرر تماما. العربي كيفاش ضربها، كيفاش سددها في الشباك. الرأس الأخضر 1-1 تتغير نتيجة. الفرحة بأول هدف في نهائي أمم أفريقيا ولكن